أعزائي مشاهدي تيكي تاكا، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتكم وبرنامجكم تيكي تاكا. وبنعتذر لكم جدا عن عدم ظهورنا الفترة اللي فاتت، ولكن دوت بسبب حالتي المرضية. أنا كنت تعبان جدا، ادعوا لي بالشفاء. والله يعني للأسف أنا كنت تعبان جدا، وأكيد كابتن خالد يعني كان بيعاني معايا لأن هو اللي كان حاضر تعبي كله. الله يخليك، حتى أنا لسه باين عليا الموضوع. بنعتذر عن الغياب دوت، وان شاء الله نبقى معاكم دايما وباستمرار بعد كده. اهلا بيك يا استاذ خالد. كابتن خالد، اهلا بكل جمهور الكوره في مصر وحبايبنا الاهلاويه. عندنا النهارده موضوع مهم جدا عايزين نقدمه يا كابتن عمرو. اول واحد بالله عليك كلمنا عنه، كلمنا عن النحنوح. الله يبارك لك. ده انت اللي اطلقت عليه اسمك. عايزين نتكلم يا جماعه على النحنوح اللي موجود عندنا في الساحه الرياضيه المصريه. يعني نحنوح الساحه الرياضيه المصريه اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي بدون خجل وبدون خوف. طب ليه؟ قول لنا يا كابتن خالد. والله يا كابتن عمرو، بس الاول عايزين قبل ما نخش في قصه النحنوح نقول حاجه بسيطه الاول. قول لهم. بعد اذن يعني المسؤولين، وبعد اذن اتحاد الكوره، وبعد اذن شركه تذكرتي، جمهور الاهلي في الماتش اللي فات ماتش ميديا، كان مفروض ان احنا واخدين تصريح بانه 15,000 ميديا يا كابتن خالد. ميديا انا عادي ما كل الناس بتغلط فيها. هو فريق ضعيف، مش موجود اساسا. مش فريق، مش فاكر اسمه. هو صحيح فريق من غانا، لكن فريق يعني احنا شايفينه مش الله ينور عليك، مش قوي خالص. المفروض كان التصريح يا كابتن عمرو 15,000. تمام، 15,000 متفرج يحضروا، 15,000 مشجع اهلي. تمام. مخرج المباراه يعني لم يتعرض لجمهور الاهلي بالكاميرا غير مره واحده يا كابتن عمرو، والكادر جه من زاويه يعني ان اللي موجودين 300. الله ينور عليك، مقصود يبين بيها ان عدد الجمهور الاهلاوي لا يزيد عن 3000 بالظبط. لكن يا جماعه احنا كنا سامعين بودانا صوت الجمهور بسم الله ما شاء الله، يعني يهز الملعب. يعني حاجه بسم الله لا تقل مثلا عن 10,000 مثلا. يعني من الاخر كده كابتن خالد عايز يقول لحضراتكم، او عاوز يقول لمخرج المباراه: لماذا تفعل ما فعلت؟ ولماذا تتعمد في كل ماتشات الاهلي ما تظهرش الجمهور؟ ونيجي بقى للناحيه الثانيه يا كابتن عمرو، ولا هي دي تعليمات من قناه اون سبورت؟ ولا هي دي تعليمات يا كابتن عمرو؟ لما نلاقي في ماتش الزمالك كل الاحترام والتقدير والف مبروك لنادي الزمالك الفوز على نادي ابو سليم 1-0 بالظبط، وشيكابالا كان بيصنع عصافير. المهم مش انا اللي بقول، والله ما انا اللي قلت يا جماعه عشان ما حدش يزعل. مبروك يا كابتن. يعني كل الناس دلوقتي بتقول كان شيكابالا بيصطاد عصافير، انا مالي؟ السؤال ليه 30,000 رقم واحد؟ ليه 30,000 للزمالك اللي بيلعب في بطولة الكونفدرالية اللي ليه كل الاحترام والتقدير والبطولة ليها كل الاحترام والتقدير؟ ليه ياخد 30,000 مشجع واحنا الأهلي النادي الأول على أفريقيا واللي داخل في منافسة إنه يكون أفضل نادي في العالم؟ هو حضرتك بتسأل المسؤولين يا كابتن؟ كابتن عمرو، أنا والله مستاء جدا. أيوه أنا عارف إن أنت مستاء، بس أنا عندي سؤال: هو حضرتك بتسأل المسؤولين؟ لا، أنا عايز أعرف السبب. لا، أنا بكلم يعني رقم واحد المسؤولين، رقم اثنين جمهور النادي الأهلي. طب استنى بس يا كابتن خالد، خدها واحدة واحدة. يعني الأول بس حضرتك يا كابتن خالد بتسأل المسؤولين على إجابة سؤالك ولا عاوز تعرف إجابة سؤالك مباشرة؟ بسألهم رقم واحد، وبسأل المتابعين الجمال بتوعنا يقولوا لنا رأيهم في الكومنتس، يعني احنا مستنيين رأيهم في الكومنتس. كابتن خالد ممكن أنا أجاوب؟ اتفضل يا كابتن عمرو. الله يخليك، أنا أصل أنا مش قادر، لازم أجاوب. اتفضل يا كابتن عمرو. طيب، الموضوع ببساطة شديدة جدا إن نادي الزمالك زي ما كلنا عارفين وكلنا فاهمين الرعاية بتاعته لا شيء، أو الرعاية بتاعته هي شركة النيل فقط، هي اللي بترعى نادي الزمالك. تمام. طيب ازاي يجيبوا رعاة لنادي الزمالك؟ ازاي يزغللوا عين الرعاة؟ ازاي يخلوا الرعاة يروحوا نادي الزمالك ويقولوا له خد فلوس، احنا عايزين نرعى نادي الزمالك، وبناء عليه خد فلوس، ونادي الزمالك يقول لهم هات فلوس. صح ولا انا غلطان؟ هو ده الكلام. يبقى لما اظهر جمهور الزمالك
بشكل كبير ولازم اظهرهم. شفتوا ايام المظاهرات شفتوا ايام 25 يناير لما كانوا بيعملوا في المظاهرات اللي هي بتاعت الاخوان والناس ديت، يعملوا الحبه اللي قد كده بالكاميرا يجيبوهم لك حبه قد كده. ومع كامل احترامي انا راجل مصور، دي شغلتي، فانا عارف يعني ايه اللي انا بقوله. حضرتك يا مخرج المباراه تقدر بالكادر بتاعك تجيب الجمهور كتير، وبالكادر بتاعك برضه تجيب الجمهور قليل. فبما ان حضرتك بتتعمد كل مره تجيب جمهور الاهلي قليل وجمهور الزمالك كتير، يبقى الموضوع مقصود. وبما انه مقصود وموجه يبقى الموضوع علشان الرعايه. يعني انتوا بتشحتوا الرعايه. انا غلطان كده؟ لا الله ينور عليك والله. كابتن عمرو انت عندك العيب، ده خطأ. عندك العيب. ويعني برضه مستنيين اجابات الناس المختلفه. يعني ليه 30,000 مشجع لنادي الزمالك وليه 15,000 مشجع؟ والزمالك في الكونفدراليه، لا بس عشان نقول الزمالك في الكونفدراليه زي ما كابتن خالد قال، والاهلي بيلعب في بطوله افريقيا. هي مين اقوى؟ مش بس كده. طب هي مين اشهر؟ الاهلي مرشح يا كابتن عمرو لافضل نادي في العالم يا كابتن عمرو. يعني الموضوع انت داخل في منافسه، يعني مش اي نادي يخشها. طب يا جماعه هو مين المسؤول عن عدد الجماهير؟ احنا كل مره بقى بنقول اتحاد الكوره ورابطه الانديه، والامن موافق. رابطه الانديه مالهاش دعوه بالموضوع دوت خالص. تمام؟ بالنسبه بقى لان ده موضوع في افريقيا، فرابطه الانديه مالهاش دعوه. احنا عندنا سؤال، مين المسؤول عن دخول جماهير النادي الاهلي في بطوله افريقيا؟ بما ان الاتحاد الافريقي قال اعمل اللي انت عايزه. ده رقم واحد يا كابتن عمرو. عايزين نعرف المسؤول. ده اول سؤال. تمام. تاني سؤال، ليه 15 يا مجلس؟ بعد اذن، يعني بعد اذن جهاز الامن عندنا عايزين اجابه. ليه 15؟ ده مجلس الاهلي ممكن الامن يكون قال لك يا كابتن عمرو الامن وافق على 15,000 للاهلي و30,000 للزمالك. بعد اذن المسؤولين عايزين نعرف ليه الخيار والفقوس. من حقنا نفهم. والله يعني انا حاولت ان انا يعني من حقنا ان احنا نفهم ليه الخيار والفقوس، ليه 15,000 وليه 30,000، عايزين نعرف بالظبط. يا ريت بقى حضراتكم تجاوبونا ونطلع من يعني كوسه الجمهور ونخش على الله ينور عليك يا كابتن عمرو. بس قبل ما نخش نروح مستنيين من متابعينا الاهلاويه لايكاسكم وشيراتكم وسبسكرايباتكم وحبشتكناتكم وترويقاتكم علينا عشان نكمل الاهلاوه يا كابتن عمرو. سند بس انا مش عارف اقول سند والله يا جماعه. انا بجيب عمرو اللي عندي في سلامتك حقكم عليا. الله يسلمك يا كابتن خالد. فمستنيين دعمكم معانا عشان الفيديو بتاعنا عمره ما هيوصل من غير دعم. يا رب دعمكم معانا يا جماعه. يا ادعونا جامد بقى يا جماعه، وعشان يعني بقالنا كتير ما طلعناش. فيعني عايزين بقى الفيديو المره دي يوصل جامد، لان اللي جاي احسن من اللي راح. والنحنوح اللي احنا هنتكلم عنه وكوسه النحنوح اللي دايره في الكره المصريه، وما بقتش كوسه بس، يا ريتها بقت كوسه بس، دي بقت شويه كوسه وشويه بلطجه وشويه فرد الدراع وشويه بقى يعني لما حد يمشي ويكون مثلا في حد تبعه بيلعب في نادي، فهوبا لازم ندب فيه عشان ننتقم من اللي ساب النادي. يا كابتن عمرو لنا الخبر بقى، لنا الخبر يعني. لا انا هسيبك انت يا كابتن خالد، انت يعني انت يعني انت كان نفسك تقول الكلام ده فانت اللي هتقول. عايزين نتكلم يا جماعه على مسؤول بدون ذكر اسم. مش الناس هتعرف مش هنذكر اسم. مسؤول منع 3 من او استبعدهم من اللعب مع المنتخب. تمام. النجوم طبعا ال3 طارق حامد، حسين الشحات وامام عاشور. بالظبط. طيب طلع الاستاذ ايهاب الكومي عضو في اتحاد الكوره، طلع قال ايه؟ قال ان ال3 لاعبين دول لم يغيبوا عن التدريب ولم يصدر منهم اي فعل يعني يتطلب استبعادهم. يتطلب استبعادهم يا كابتن عمرو. طب تم استبعادهم ليه يا كابتن خالد؟ تم استبعادهم ليه؟ علشان مشكله شخصيه تكاد تكون وصلت لتطاول بالايد. تمام؟ فطبعا يعني اللاعب اللي بيلعب في الاهلي واي لاعب بيلعب في اي نادي محترم عنده كرامه مش هيقبل الموقف يوصل لكده. تمام؟ فاللي حصل ان لما النحنوح عمل كده مع امام عاشور، فامام عاشور خد حسين الشحات ومشي من الملعب.
تمام. طبعا اي حد مكانه محترم وبيحترم نفسه وبيحفظ كرامته وبيحترم النادي المحترم اللي بيلعب ليه، هيعمل نفس التصرف، هيمشي. فيقوم يحصل ايه بقى يا كابتن عمرو؟ روي فيتوريا يرد يقول ايه؟ انا بفوض اصلا الامور اللي زي كده للنحل. الله ينور عليك. لان استبعاد اللاعبين وقبولهم ومدى وجودهم مع المنتخب دي مش اختصاصاتي. امال انت لازمتك ايه؟ هو لازمتك ايه في المنتخب؟ معلش انا بقطع. لا عليك عشان انا لو كملت منه بقى سودا. بالظبط. يا حاج رويا فيتوريا، يلا انا شايفك اقسم بالله اخرك تقف على حله في مصمت. انت مش مدرب. انا دي وجهه نظري شخصيه التي ليس لها معنى وليس لها قيمه. ولكن يعني ايه اللي حضرتك بتقوله؟ ان حضرتك بتقول ان الامور اللي فيها الكلام دوت من اختصاص النحن. هو مش في عندك مدير كوره؟ ولا المنتخب ما فيهوش؟ هو مش في عند حضرتك مدير كوره هو المسؤول عن عقاب لاعب خرج عن النص؟ ولا عايزين بس نعرف مين الاخ ده او ايه هو موقفه من الاعراب؟ النحنوح علشان حضرتك تفوضه موقفه من الاعراب ايه؟ طب ده عضو اتحاد كوره، ده ماله مال الموضوع؟ مش في عند حضرتك مدير كوره ولا ما عندكش؟ طب لو ما عندكش مدير كوره، مش حضرتك اللي المفروض تقوم باعمال مدير الكوره؟ ولا ما عندكش؟ ولا ما عندكش الخبره الكافيه؟ ولا ما عندكش اي حاجه منه؟ اقسم بالله احنا بنكسب ببركه دعاء الوالدين. اقسم بالله المنتخب ده كله بيكسب ببركه دعاء الوالدين، وقناه اون تايم سبورت بتطبل عشان النحنوح. الله ينور عليك. تمام؟ فما نضحكش على بعض. يعني هي الدنيا قد كده والبطولات جايه للمنتخب كتير وهنشوف. اوعى تفكر ان انت جامد. ده يعني ده مش فرقه اللي احنا كسبناها 6 دي يا جدعان. احنا كمصراويه يعني عايز اقول لك ان احنا لو ربنا كرمنا من المجموعه اللي احنا بنلعب فيها اللي هي المفروض اساسا، يعني انا لو جاي والله العظيم 3 لو انا او كابتن عمرو بندرب المنتخب هنطلع بيه كاس عالم. يعني هي دي مجموعه، احنا مش مجموعه مش مجموعه خالص. يعني الاتحاد الافريقي بيقول لنا احنا قدمنا لكم هديه. الله ينور عليك. طب احملوا الهديه بقى. يعني بص بصيتها لك والجون فاضي، يا تشوط يا تبقى محلك بقى. انا افترض يا عم ان ربنا كرم وطلع بالمنتخب واعتبروها له انجاز. كن متاكد ان احنا كمصريين احنا مش هنبقى عايزينك انت تكمل معانا في كاس عالم. عمرنا ما هنقبل بده. اللي هيقبل هو واحد بس في مصر كلها. الله ينور عليك. بالظبط. هو ده الوحيد يا جماعه، الوحيد اللي عاجبه روي فيتوريا واتباعه. ومن انا اسف يا كابتن عمرو نسيتها، معلش نسيتها. ومن يتبعه. تمام. لا ومن يطبله. ما هو بيتنحنح. بيتبعوه. لا هو بيتنحنح وله من يطبله. خلينا نقول كمان ان النحنوح ما وقفش عند كده. النحنوح احنا عارفين طبعا كلنا ان ابن زوجة امام عاشور او كابتن لا اخو زوجة المؤسسة مع ابنها اخت اخو زوجة كابتن امام عاشور بيلعب في نادي الزمالك. تمام؟ كان بيتقال عليه ان هو من اللعيبه النوابغ واللعيبه الفذه ولاعيب قوي جدا. يعني هيبقى مستقبل نادي الزمالك ويشاء لقدر. بمجرد ما يمشي امام عاشور من النادي ويروح النادي الاهلي تتقلب الايه وكأن الناس كلها بقت مرايه اللاعب، واللاعب ده بقى وحش ومش بيحضر التدريبات وغير ملتزم وغير منضبط ولازم نقيم عليه الحد ولازم نذبحه. طيب مين اللي بيعمل معاه كل المشاكل ومين اللي قال ان هو مستواه لا يؤهل لنادي الزمالك؟ النحنوح. الله ينور عليك. طيب قال ايه بقى النحنوح بعديها؟ طلع قال انا لا اقصد هذا، انا كل كلامي على مستوى اللاعب ماليش ده. يعني هو مستوى اللاعب فقط، ماليش ده. يعني موضوع امام عاشور انه يمشي ويروح الاهلي ده ملوش علاقه بان انا بدب في اللاعب وبأسى على اللاعب وبخبط في اللاعب وبعمل مشاكل مع اللاعب. هو قال كده اصلا من غير ما حد ما يساله. ايوه ما حدش اتهم. الله على راسه واضحه. ايوه الله ينور عليك. هو ده. على راسه واضحه. يحسس عليها. واللي عنده نقص في حاجه زي الحرامي اللي هربان بيفضل يبص حواليه والحكومه جايه منين؟
هي كده بالظبط. بالظبط كده. فهو علشان على راسه بطحه فطلع يقول بيبرر موقف لم يسأل عنه. فدايما اعرفوا اللي من يبرر موقف لم يسأل عنه فده ناتج عن نقص جواه وعاوز يخبيه. الله ينور كمل كلامك عليك. بقى كمل. نخلص بقى من قصه النحنوح علشان خد حجم اكبر من حجمه. نقول تشكيل النادي الاهلي بقى. خد حجم اكبر بس من قبل ما حجمه نقول بكتير. تشكيل النادي الاهلي المباراه بكره ما ننساش اللايكات، الشيرات، السبسكرايبات، الحبشتكنات قلتها حلوه والحمد لله. الحبشتكنات على من اخواتنا وحبايبنا الاهلاويه. حاجه اهم بقى، الله يبارك لك. مستنيين منكم نعرف اسم النحنوح في الكومنتس. والله العظيم دي حاجه مهمه جدا 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 جدا. طب يا جماعه اللي هيجيب اسم النحنوح ليه عندنا تيشيرت اهلي اصلي هديه. اللي هيجيب لنا اول واحد هيجيب لنا اسم النحنوح ليه من عندنا تيشيرت النادي الاهلي الاصلي هديه. هيبعت بس على الايميل، تمام؟ بعد ما يكتب الكومنت بتاعه، اول كومنت هيقول الاجابه الصح هياخد التيشيرت. هتلاقي مننا رساله مباشره ليه بميعاد استلام التيشيرت ان شاء الله. يجي يستلمه من عندنا وينورنا ان شاء الله ويحضر معانا الحلقه ويقول كلمتين باذن الله ويقول لكم ايه اللي حصل بالظبط في استلامه للتيشيرت. الله ينور عليك. النحنوح وهنخليه هو اللي يفصح عن النحنوح ولو اتحبس من الناس. الله ينور عليك. عشان نبقى ناخد التيشيرت بيد وتريد. احنا شرانيين جدا يا جماعه. كمل يا كابتن خالد. نخش بقى في تشكيل النادي الاهلي ان شاء الله بكره مع نادي سموحه. بالظبط. قولوا انت بقى يا كابتن خالد ولا قولوا انا؟ قولوا انت. والله يا كابتن احنا الاول طبعا هو كلها بتكون اجتهادات طبعا، لكن بس ده توقعاتنا احنا مش توقعات حد تاني. خلينا نقول التوقع اللي غالبا مستر مارسيل كولر هيبدا بيه. بالظبط. تمام. وتاني بقول لكم احنا لينا مصادر يعني تعتبر جنبيهم، يعني بتقعد جنبيهم في اوضه اللبس معاهم دايما. فالحمد لله المصادر بتاعتنا مش هتبقى بره التشكيل. اتفضل يا دكتور. عندنا السيرد باكين ان شاء الله محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. عندنا باك يمين وباك شمال هيكون محمد هاني والدبيس. واحتمال على معلول يا كابتن خالد. احتمال بنسبة 50% ان كابتن مارسيل كولر يريح كريم الدبيس لان بقاله 3 ماتشات هو اللي واخدها اسح. فاحتمال يريحه ويبدا بكابتن علي معلول لو كانت رجليه كويسه يعني العضله الخلفيه كويسه. الله ينور عليك. عايزين نقول برضه الحمد لله على السلامه يا كابتن عبد السلام. ان شاء الله احتمال برضه نشوفه بنسبه مثلا 90%. بس ما اعتقدش انه هيبدا بيه. لا مش هيبدا بيه. يعني اعتقد انه هيبقى خط النص هيكون مروان عطيه واليو ديانج وامام عاشور. دي هتبقى البدايه المعتاده لمارسيل كولر. اذا يعني المصدر عندنا قال لنا حاجه جميله جدا. اليو ديانج اظن بنسبه برضه 90% مش هيبدا الماتش. لا قفشه اللي هيبدا. قفشه وصلاح محسن. ده بنسبه صلاح محسن في الهجوم. الله ينور عليك. وهيكون على الشمال حسين الشحات وعلى اليمين هيكون مين يا كابتن خالد؟ كريم فؤاد. كريم فؤاد بالظبط. وفي احتماليه بتقول ان ممكن ما يبداش محمد هاني ويبدا وبيرسي تاو بره القائمه. بيرسي تاو بره القائمه ومش علشان الاشاعات اللي عماله تطلع وتقول ان في مشكله كبيره ما بينه وما بين مارسيل كولر ولكن يا ريت الاشاعات يا كابتن عبد قالوا كانت تصل الى الايدي. هم اي حد بيقول اي حاجه. هو احنا الزمالك؟ هو احنا ايه يا جماعه؟ في ايه؟ هو احنا لا الاهلي في فرق يا جماعه، في فرق. ده احنا النادي الاهلي غير نادي الزمالك. فيعني بعد اذنكم لما تيجوا تتكلموا خلي بالكم بس عشان ما يبقاش الشاشه عندكم ما تعملش بلور. يعني احنا بنحس ان الشاشه بتبكسل عندكم. خلي بالكم بس. المهم اللي حصل بسرعه شديده جدا بس عشان ما نخرج من وقت الحلقه معانا. بيرسي تاو بعد الماتش حس بألم في العضله الخلفيه. فمستر مارسيل كولر قال له هتنزل التمرين بعد الماتش عشان هو ما لعبش فتره كامله علشان يوصل يعني لمرحله الاحماء الكامله. فبيرسي تاو استسمحه مش اتخانق معاه وقال له انا عندي مشكله في العضله. وبناء عليه بيرسي تاو ارتاح تماما وتاني يوم راح النادي عادي جدا جدا وحضر التدريب عادي جدا ولكن درب في الجيم علشان يعمل استشفاء للعضله. فكل الاشاعات اللي طلعت لكن احنا كمواقع فتايه وجمهور مروج للاشاعات فده الطبيعي. ويا ريت جمهور واعلاميين لا تفقه شيء عن الاعلام. لا تفقه شيء عن الاعلام.
عايزين بقى نقول حاجه اخيره بقى كابتن خالد. كل الدعم لاخواتنا في فلسطين. بنتمنى الموضوع بتاع امتداد الهدنه يتم. الله اكبر الله اعظم، يعني الاذان بيأذن ونحن ندعي لاخواننا في ونتمنى فلسطين. حاجه ثانيه يا كابتن عاصم، نتمنى ايلون ماسك ما يسيطروش عليك، مش عايزينهم يسيطروا عليك. والله يا كابتن خالد المصالح اصبر. والله يعني لا احنا ما نتمناش. لا بص، هو احنا بنتمنى طبعا كل حاجه كويسه للشعب الفلسطيني والاخواتنا في غزه، لكن ما تزعلش مني يا كابتن خالد. ايلون ماسك راجل امريكاني، وانت عارف الميول الامريكيه عموما، وعارف ان هم كلهم المصالح بتتلاقى. فلو المصالح هنا اتلاقت مع هنا، ربنا صدقني هتبقى مشكله كبيره. احنا بس اللي عايزين نقوله، احنا بنتمنى من كل قلبنا ان تمتد الهدنه ويفرج عن كميه اكبر من اخواتنا الفلسطينيين، ولان كل واحد بيخرج وكل واحد بيتفك اسره بيفرح قلبنا وبيحسسنا بنصر، يعني بيحسسنا بنصره والله العظيم ثلاثه يعني. فبنتمنى كمان من الحكام العرب ان هي يعني تتخذ الكثير من المواقف، سواء بقى في الامم المتحده بقى، سواء بقى في مجلس الامن، الاماكن المشروعه اللي يستطيعوا منها يعملوا تغيير جذري لصالح شعبنا واخواتنا في غزه وفي فلسطين. وربنا ينصر ان شاء الله كل اهل غزه، اللهم امين. اللهم امين. ويرحم كل الشهداء ويحسنهم عنده باذن الله الشهداء. اللهم امين يا رب. في نهايه حلقتنا بنتمنى بكل الحب ان ربنا ينصر اهلنا في غزه، وما ننساش اللايكات والشيرات والسبسكرايبات والحبشتكنات على اخواتكم الاهلاويه، عشان الاهلاوي للاهلاوي يا كابتن خالد سند. فبالله عليكم دايما خليكم سند لينا وروقوا علينا، علشان احنا مش بنوصل غير بيكم وليكم. وخلي بالكم من نفسكم عشان احنا بنحبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.